السلام عليكم ورحمة الله. الموقع صوت العقاب تي في. الكتاب المعجزات القرآنية. الدرس آليات التطور الخيالية. بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة الثانية المهمة التي يمكن مناقشة نظرية داروين من خلالها هي أن المفهومين اللذين ودعتهما النظرية لآلية التطور ليس لهما في الحقيقة أي قدرة على التطوير. لقد ركز داروين نظريته بشكل كامل على آلية الانتقاء الطبيعي، وتظهر الأهمية التي أولاها داروين لهذه النقطة جلية في عنان كتابه أصل الأنواع في عملية الانتقاء الطبيعي. ومن خلال فرضية الانتقاء الطبيعي يقول داروين أن الكائنات الحية الأقوى والأكثر قدرة على التكيف مع الظروف الطبيعية في الأماكن التي تعيش فيها سوف تتمكن من البقاء على معركة الصراع من أجل الحياة. فعلى سبيل المثال قال فإن الغزال القادر على الجري بشكل أسرع من بين قطيع من الغزلان مهدد بهجوم من حيوانات مفترسة هو الذي سينجو. ولذلك فإن قطيع الغزلان سوف يتشكل من أفراد أقوى أسرع، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتطور الغزلان وتحول نفسها إلى فصيلة أخرى من الكائنات الحية كالأحصنة على سبيل المثال. ولذلك فإن آلية الانتقاء الطبيعي ليس لها أي قدرات تطويرية. وقد كان داروين على دراية بهذه الحقيقة أيضا، إذ ذكر في كتابه أصل الأنواع أن الانتقاء الطبيعي لا يمكنه أن يقوم بشيء حتى يصدف حدوث تغيرات ملائمة. والسلام عليكم ورحمة الله.